تعالوا نعمل مع بعض سلطة الزبادي الجميلة اللي لا غنى عنها في أي سفرة في رمضان. لازم كده تبقى موجودة كده في أي سفرة، عشان كده تطري علينا كده وترطب على قلبنا كده بعد ما الصيام كده طول اليوم، وبعد كده نفطر مرة واحدة. فلازم دي كده ناكلها كده تطري علينا كده وتهدينا بالشكل ده. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة قوي وحلوة قوي بجد. هتعتمدوا الطريقة دي سهلة جدا وحلوة جدا. أول حاجة بقى هنعملها، هنجيب 3 كوبايات من الزبادي، وهنجيب 3 خيارات. كل كوبايه زبادي قدامها خيارايه. هنفتح بقى كوبايه الزبادي كده ونفضي بقى كله هنا في البوله الجميله دي. حطينا بقى الزبادي بالشكل ده كده، نبتدي بقى نحط عليه الخيار. هنجيب بقى المقشار ده وهنقشر كده الخياره حته وحته بالشكل ده كده. مش هنقشرها كلها، هنسيب منها حته خضراء عشان الفايده بتاعت اي خضار موجوده تحت القشره، فمش عايزين بقى نضيع الفايده كلها. هنقطع بقى كده الحتتين دول ونكمل بقى ال3 كمان. خلصنا بقى الخيار قشرناه بالشكل ده، هنبتدي ان احنا بقى نقطعه على الزبادي بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نقسمها كده نصين، وبعد كده يعني نقطعها 4، وبعدين نقطعها بقى مكعبات بالشكل ده كده على الزبادي على طول. ممكن بقى ان احنا نعمل حاجة تانية، ان احنا نبشر الخيار بالمبشرة عادي جدا، برضو هيبقى حلو جدا، بس انا بحبه يعني يبقى قطع كده باين كده الخيار فيه. نقطعها بقى كده كلها بالشكل ده. قطعنا بقى الخيار بالشكل ده، نبتدي بقى نقلب كويس جدا. انا قلت لكم كل كوبايه زبادي عليها خياره، ده بيبقى بتحس بقى بشخصيه الخيار كده جوه، مش بيبقى كده ضايع كده جوه الزبادي، لا تبقى حاسين بيه كده واحنا بناكل كده، ليه قرشه كده جميله بالشكل ده. نبتدي بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. اول حاجه هنحط شويه ملح، هنحط عصره ليمونه كده، هنحط يعني على طرف المعلقه كده من الثوم المفروم. عندنا هنا شويه نعناع مجفف كده، ولو فريش برضو هيبقى حلو جدا، وشويه زيت. ونقلب بقى الحاجات الجميله دي. طبعا لو زيت زيتون هيبقى احلى جدا، هيبقى طعمه حلو جدا. ونقلب، قلبنا بقى كويس قوي كده زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى ان احنا نزينها كده بقى عشان نقدمها بشكل حلو. نحط لها بقى شويه نعناع مجفف كده من فوق، او برضو لو فريش هنحطه في النص كده هيبقى شكله جميل جدا. وهنحط برضو رشه زيت زي ما قلت لكم، لو زيت زيتون هيبقى يديها نكهه حلوه جدا. وهنزينها بقى بشويه خيار تيجي في النص كده. نحط بقى دول في الجناب كده بالشكل ده. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ سلطه بس يعني حاجه جميله، هي بقى زي ما بتخفف علينا كده بعد الاكل، احنا كمان بقى نروق عليها ونقدمها بشكل حلو زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بصوا شكلها حلو جدا بجد، يعني حاجه اساسيه في اي فطار في رمضان، بتطري كده علينا كده وتهدي كده معدتنا، جميله كده وخفيفه. جربوها هتعجبكم جدا بطريقه سهله جدا زي ما عرفتكم كده. الطريقه بتاعتها دي حلوه جدا بجد، جربوها هتعتمدوها عندكم، مش هتعملوها غير بالطريقه دي. بالهنا والشفا، شكرا ليكم، سلام عليكم.